حاسس ان مش عارف اصدق لحد دلوقتي، حاسس ان هو الاب الروحي بتاع النادي الاهلي يعني. النادي اللي بيكسب بس. حاسس ان مش عارف اصدق لحد دلوقتي. عارف احساسك انه اخيرا الحلم اللي الاهلاويه بيحلموا بيه من زمن بقى على ارض الواقع، ده شيء يعني فرحان جدا طبعا. بس يعني بيجي لي لحظات لحد دلوقتي بحس انه ايه ده هو يحصل بجد يعني. حاسس انه يعني مشروع كبير قوي، كل الاهلاويه مستنيينه، مستني بفارغ الصبر ان انا احضر اول ماتش في الاستاد الجديد. من الشخصيات برضو اللي شايف ان هي لازم تكون موجوده كابتن حسن حمدي طبعا، لانه حقيقي الراجل ده نقل الاهلي نقله ثانيه على مستوى البراندنج والتسويق وكده. واخيرا طبعا بيبو بقى ده حبيبي، يعني حبيب الملايين يعني هو راجل على مدار 50 سنه هو اسم ثابت في الاهلي، لاعب، عضو مجلس اداره، امين صندوق، نائب رئيس نادي. فدي الشخصيات اللي في دماغي دلوقتي يعني. هو انا في التخيل في الحاجات دي مش هبقى قوي قوي، بس هقول لك اللي في دماغي يعني. ما بحبش الاهلي يختزل دايما في فكره النادي اللي بيكسب بس، لانه النادي الاهلي عدى بفترات كان عنده فيها دروبات في المستوى ونتائج سيئه. فنفسي الجيل الجديد دايما يبقى بيشوف حاجه بعينه مرئيه، معموله بشكل فيديو، معموله بشكل وثائقي تاريخي، ان النادي ده مش بس قصه انه بيكسب، لا هو كان بيعدي بفترات صعبه وهي دي اللي كانت بتقومه تاني. فدايما لما تبقى بتكسب ودايما انت كويس افتكر الايام اللي انت حصل لك فيها دروب، عشان هي دي اللي قومتك. لكن فكره انه اللي بيكسب على طول حلو طبعا، الاهلي بيكسب على طول، بس نفسي الشباب الصغير تبقى تشوف ان الاهلي ده عدى بفترات صعبه، بس هو قادر يقوم تاني دايما بفضل بقى المسؤولين والجمهور واللعيبه وكله يعني. هو انا كان نفسي بصراحه في محمد علي من رمضان. كنت شايف انه لعيب لايق على الاهلي قوي يعني. مش شرط الكاس العالم للانديه، بس يعني محمد علي من رمضان من اللعيبه اللي كنت نفسي اشوفهم بتيشيرت الاهلي يعني. لو في لاعب وحشني بصراحه اليو ديانج، نفسي اشوف اليو ديانج تاني في الاهلي.